ابو سعود. فاذا ايش؟ اذا كل الميلاد حقيقه للكون. خلينا نجي على السؤال لانه على مود الوقت. ما الفرق بين المجوس وبين ايذا؟ عفوا يعني ايذا عن حواء ايف. شنو الفرق؟ سأل هذا السؤال قبل؟ سامع هذا السؤال؟ لا أول مرة سمعه. أنا أول مرة يجي ببالي هذا السؤال. ها ما جاي أبدا، لا سامعه بوعظة لا سامعه بمكان، بس إجا ببالي. ليش إجا ببالي يا رب؟ شنو الفرق بين مجوس وبين حواء؟ شنو الفرق؟ إيش جاب عجب؟ أقول لك شيء واحد، هذا الشيء تاخذه وتطلع من الوعظة، وهذا الشيء ضروري تفهمه، انتبهوا عليه. حواء من السؤال اللي سألها إبليس ايش قال لها؟ قال لها حقا قال الرب. حواء قاعدة تتمشى بين دجلة والفرات والشجر هذا يعني، وجالها إبليس قال لها حقا أنت من تاكلين. ما راح خبط بين الحق والباطل وطاها إياها. صدقت، سوت، أكلت، وصار سقطت. زي شنو ربطها ويا المجوس؟ اقول لك شيء واحد انتبهوا عليه قبل ما احكي لكم هذه النقطه. هي نقطه ضروريه. ابو فلوري يعوفك عن حواء هسه. اقول لك شيء واحد، مجوس جوي المن؟ لا يا يسوع قبل. مجوس جوي الى الملك هيرودس. هيرودس هم شيطان هم حيه، بس مرات هواي نقراها وما نفهم. بس شوف الرب ايش حكالي، قال لي هيرودس بيقول للمجوس اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه شوفوا الحيلة وين، أخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. هذا منو هذا؟ هذا هيرودس ملك، دي يحكي ويا مجوس ملوك الشرق، دي يحكي وياهم. فإذا لو كان يحكي وياهم، لو كانوا صدقوا الملك وقالوا اسمع احنا رحنا وشفنا النجم وشفنا يسوع وسجدنا له وهو موجود في بيت لحم، وقاعدين هو ويوسف ومريم العذراء موجودين بذاك المكان، احنا قدمنا علينا الذهب واللبان والمر وانت تروح وهم تسجد. شلون ما احنا رحنا سجدنا؟ اقول لك كم هيرودس موجود بالكنيسة وكم حية موجودة بالكنيسة مو قصدي هنا كنيسة عامة. ليش؟ لأنه أكو مرات هواية تسمع تعاليم باطلة. يجي لك واحد يقعد هنا يعطيك تعليم زيف، يخبط لك الحق مع الباطل، فشو تسوي؟ تصدق. فإذا صدقت أنت سقطت. لكن مرات هواية إذا كنت أنت مثل الملوك، إذا جت لك هيرودية وإذا جاك هيرودس وقال لك اسمع أنت سوي فلان شيء وأنت قل لي حتى أجي أنا أسجد معاك، يعني أنا وياك بهالشغلة، بس روح وسويها وأنت راح تشوفني بظهرك. إذا ما كان عندك تميز بحياتك الروحية أنت راح تسقط. يا أحباء اللي قاعدين بهذا المكان واللي يسمعني، دير بالك من فخ إبليس ومن أشخاص موجودين في حياتك. إذا كنت بالشغل، إذا كنت برا، إذا كنت مع القرايب، إذا كنت بالكنيسة، أكو أشخاص راح يخربون عليك، أكو أشخاص يبعدوك عن خدمتك، يبعدوك عن إيمانك، يخلون فتور. تعرف الكنيسة ايش فاترة بهالايام؟ ليش؟ لأنه يجي يدخل شخص ويقول لك
اني شلون ادخل كنيسه وهذا موجود بها، اني شلون ادخل كنيسه وهذا يقول لي هالشكل، وتصير المشادات وتصير يصير صح. ليش يا رب؟ لانه الرب يريد يعلمنا، يقول لك دير بالك من هؤلاء الاشخاص، انت كن نور وملح يملح في المكان. الرب يعطيك نعمه باسم يسوع، يستخدم الميلاد في حياتك. شنو الميلاد؟ هذا آخر شيء. إذا كنت نايم أحلام هذا خبري خلي. الميلاد إذا إيش؟ الميلاد هو يوم قبولك له، فتعلن إيش؟ تعلن أنه الإنقاذ من الموت والتحرير من الخطيئة والفرح برجاء القادم وعيش الميلاد في كل يوم وليس مرة في السنة. من يقول مرة في السنة؟ يا سوريوس. اوكي، ايش بيكم دلغمتوا كلكم؟ مين حبيبي؟ عيش الميلاد شنو؟ راح تعيشون الميلاد هسه، من راح يجون الاطفال راح تشوفون شلون الرب يعلمكم الميلاد دروس. امين. فالرب يعطي نعمه باسم يسوع، يستخدمكم لمجده وامتداد ملكوته. اعطيكم بعض التفاصيل ايش راح يصير. عندنا 3 خدمات لغه، الشبيبه الناشئه والمدارس الاحديه. اخر شيء عندنا الاطفال الصغار اللي اطلبه من الاحباء الامهات والاباء. سمعوني بس دقيقه قبل ما تدخلون بالاختطاف. راح يجي بابا نويل يوزع هدايا بالاخير. فاللي عنده اطفال رجاء بالمسيح اوقفوا بالسره هناك وينادوكم، عائله توقف تاخذ صوره وياخذون الاولاد الهدايا. الهديه ايش راح تسوي بها؟ راح تفتح الهديه تشوفها، راح يقول لك انت ليش صيت هذا وانت ليش صيت هذا وانت ليش خليت هذا وانت. انا اريدكم كلكم ايش تسوون. فهمتوا علي لو لا؟ اول ما تاخذ الهديه باعوا ما تجاهل مالك، تشق الغلاف. وين تشمر الغلاف؟ بالكنيسه. زين؟ ومن تشق الغلاف وتذبه بالكنيسه تروح تباع هديه اللي خلطوها. ليش ابني اتخذ هذا وانتم اعطيتوا لهذا؟ وتشق الغلاف وين ذبه؟ بالساحه. وبعدين يتعاركون الجهال وشقوا الهديه. هذا اللي اريد اطلبه من عندكم اليوم. امين. شيل المنبر. الرب يستخدمكم باسم يسوع. دير بالكم، يقول لك تسمعون كلامهم وتعرفون افعالهم. خلوها بالسياره، ما حد لا يفتحها.
This one. This one. مساء الخير. شبيبة تقدرون can you guys come and sit up front? المسيح قام. كل عام وانتم بخير وعيد ميلاد سعيد عليكم. تسمعوني؟ خلينا قبل ما نبدي نصفق ونمجد الرب شوية. كل اللي عندكم. That's not good enough. One more time. مرة الأخ. اليوم اريد اشارك ايتين. هاي الايات الاثنين هي احنا شويه تقريبا مؤسسين هاي المسرحيه راح تتفرجوها. الايه الاولى هي من 1 كورنثيانز 15:33 الى 34 وتقول لا تنقادوا الى الضلال ان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده. عودوا الى الصواب كما يجب ولا تخطئوا فان بعضا منكم يجهلون الله تماما. والآية الثانية اللي حاب أشاركها هي من أعتقد الأمثال Proverbs 22:6. هي تقول درب الولد بمقتضاه مواهبه وطبيعته فمتى الشاخ لا يميل عنها. فهاي المسرحية كلها اللي حتشوفوها هي عبارة احنا نريد حبينا نعلم شبيبتنا والأهل بنفس الوقت إيش كم نقطة عن الحياة المسيحية. وهمين راح تشوفون إيش كم شيء يمكن انتم ما تعرفون به بس اكو هوايه اشياء راح تشوفوها هي اشياء اطفالنا يعني جو وقت الامر بالمدارسهم ويا اصدقائهم. فانتم احتمال ما تعرفون ايش يصير بالمدارس، احتمال ما تعرفون ايش يصير بالحفلات والبارتيز اللي هم اللي يريدون يروحوا لها، احتمال ما تعرفون ايش يصير هم يمشون منا وين ما يروحون اكو فد شيء يسحبهم يقول تعالوا احنا نريدكم، تعالوا احنا نريد نبيع لكم فد شيء، تعالوا احنا نريد نعلمكم على فد شيء مو زين. فهي هاي حتكون كلها. فرجاء اعطونا في الدقيقه قبل ما نبدي وخلينا نحترم شبيبتنا والتعب اللي تعبوه قبل ما نبدي مسرحيه. Test. Test. Hey, stop talking. This is my classroom and you need to follow the rules. Now, this is the Smarty High School, class of 2022. I will be your instructor for this school year. My name is Mr. Ramon, or if this is hard for you to pronounce, Mr. R is fine as well. To get started, I'll take attendance. Please stay here or raise your hand quietly. Noor, Fadi, Edmund, Samer, Yvonne. According to the school rules, I have to mention this to you. Let me know what pronouns you go by. Today we learn about how to accept others even if the life choices they make don't agree with our choices. For example, you guys can identify as anything you want. We want you to feel free and be able to express yourself in any way you want.
So since this is the first day of class, I'm going to assign everyone homework. Please fill out this packet which talks about your identity and how you can identify as anything you want. This is due during the next class. Nice meeting you all. Have a nice weekend and stay safe. Class dismissed. Well, that was So what did you guys think about that lesson? Yes, that's what it sounded like. Yeah, no, I don't agree with what he's teaching. If my DNA says I'm gonna die, why should I think otherwise? I don't know. Our teacher is educated, and besides, it's a new school rules. Yeah, no, my house is this way. I'll see you guys later. Hello there, young girl. Hi. Our store? Sorry, I'm in a rush. I really need to get home. No, really, we can tell you your future, and then we can, by reading your palms, we can tell you about your future and all of that. Really, Okay. come with me. Okay. Hello, young girl. This is our first time here, so discounts, right? Yeah. Okay. Let me see your palm, sweetheart. Okay, so you think about your future a lot and you put other people's happiness before yours. How do you Yeah. know? You see these two lines going up on your palm? It means you're gonna be alone for the rest of your life and nobody's gonna listen to you. And I have something to give you. This will protect you What from is this? everything. This will protect you from everything and everything you need help. Just put your energy onto it. Thank you, Mother Gothel. See you. Hopefully we see you again soon. Bye. What's up, man? What's up, boss? Got any good news this week? Kind of. What do you mean, kind of? I need money. I'm not paying my rent. We're going to have a plan. What plan? We're going after teenagers. I have a better idea. How do we put the drugs inside the candy? There you go. If you mess this up, you will die. Alright. Let's turn it in. Let me sit down. Oh, I got it. And watch my Turkish episodes. Honey, I'm home. Where's the food? All you have to do is make food and keep the house clean. I'm out there working hard for you and your daughter. All you do is watch your shows, you spend money, and you hang out with your friends. Don't yell at me like that. I was so busy today. I texted you to buy food. I did klecha and pacha. I was so busy. All you do after work is you hang out with your friend. You either smoke, you either drink, you come back late. And besides, these Turkish episodes are my only entertainment. Are you serious? Your only entertainment? How about the food? I'm out there working hard every day. Who could you stop acting like a child? When was the last time you had a conversation with your daughter? You never even own up for your mistakes. So what are you, Mr. Perfect, and I'm not your servant? Shall I remind you what you did last year or wait, the other day?
Exactly. You're quiet. That's what I thought. Just leave me alone. Yeah, that's the right word you say. Hello? Yeah, I won't be able to make it right now. Hey, Dad, I Yeah, barely see you. hold up. Christmas is coming. I've missed you. Sorry, honey, I'm not gonna be able to make it. We'll probably spend time on Christmas Day though. Hey, Lisa, it's me, Rizan. My parents are at it again. All they do every day is fight. I don't remember the last time we had dinner like a normal family. Yes, I want to come out to the party today. No way I am staying home. I will have to find a way to sneak out though because they are already in a bad mood. I wonder what I should wear today. No matter what I do, I can't look like these girls on Instagram. That's the whole thing about social media. It's there to make you feel ugly. You don't know how many people hate their lives due to it. Hey, Razan, you can come out now. Okay, I'm on my way. Don't forget to bring the alcohol. Just steal one from your father's cabinet. Yes, I already got the alcohol. I'm coming out. See you later. Okay, guys, go back. Razan, do you see what time it is? Why are you dressed up like this? Where are you going? What do you mean? Nothing is wrong with the way I'm dressed. And since when did you question me? You wear the same thing when you go out with your friends. Why are you giving me attitude and since when? You know what? Let me go call your dad. Yusuf, come take a look at your daughter and see where she's leaving and wearing right now at this time. Oh gosh. You leave. Can't you see I'm trying to relax? Just leave me alone right now. Go. Look at that way. Okay. Okay. You know what? Bravo. What a great parenting skills you have. Your daughter just left at this time, and all you do is you're drunk, not doing anything, not caring. I've been hours screaming right here, and all you do is you ignore me, coming right here. You're not spending time with her. What do you expect me to do for you? Okay, and what do you want me to do? What do you want me to do? She's gonna go hang out with your friends. Just leave her, let her go. You know what? You need to stop yelling at me like this. This is not okay. This is not okay. Have you seen? Look what time it is right now. Look what time it is, and your daughter left, and you don't know where she is. Give me the cleaning pillow. You know what, Yusuf? You are sleeping on the couch today, okay? I love you too.
She's been drugged. She's drugged. She was drugged. She was drugged. Hello, Mr. Yusuf? Yes. Please come on in. Dr. Safe. Hello, Mrs. His wife. His wife. Yeah. Please have a seat. Please have a seat. What's going on? I have some news. I need you to sit down to share. It seems that your daughter was drugged at a party. And we did all we can for her, but there is no response in her brain. So it seems that she has brain damage. We don't know the timetable when she will wake up. We're so sorry to say this could be permanent. And we may lose her, but we can be hopeful and see if she can respond in the next few months. But nevertheless, I'm so sorry to tell you this. Wait, so there's a chance she could. There is a slight chance she can recover, but cases like this, there's a lot of brain damage and it's very unresponsive. So we can only hope that she wakes up. So sorry for your loss. I told you to spend more time with her. You could have stopped her at that day. I love you, honey. I'm so sorry I didn't get to spend time with you. You stop saying I love you. Well, that's not gonna help right now. What am I supposed to say? My daughter's dead right in front of me. I love you don't help. You should have remembered when I was calling you. Your daughter is dying. Take care of her. Ask what she's doing. Every time you ignore her, of course, that's what's gonna happen. That's the result. Every time. This is what we get for not spending enough time. Need some time. I can't. In pain. George, honey, gone. Where's he gone? Is it? Let's go. Let's go to the church. Let's go sit in the church. Merry Christmas, everyone. Welcome to the house of the Lord. We are here to celebrate the life of Razan and honor her family. The church is a place for all people. Sick, heartbroken, faithful, unfaithful, strong, weak, and so forth. You see, our life is like a book. The page numbers are daily life. The chapters are your age. You see, God knows your date of birth and when you leave. But what happens in between is your choice. Before we leave, I want you to remember this verse in Deuteronomy 30, verse 19. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Let us all pray the Our Father prayer. Everyone, please stand up. Ready? Begin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us from our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and glory forever and ever. Amen. God bless everyone. Can I have everybody line up in the front, please? Razan, you too. In the front, on the red. You guys can have a seat. منو افتي اهم شيء؟ من هيك يعني هنا هسه احنا طبعا سويناها بالانجليزي لان كانت اسهل لنا انه نسوي كل شيء بالانجليزي بلغه واحده، بس هي الغرض الوحيد اللي حبينا نسويه من هالمسرحيه هو انه احنا مو بس نمثل ونلعب مع بعض، بس هم نتعلم كم نقطه كلش مهمه، لان انتم تعرفون اولادنا مو دائما بالبيت، هو حقيقه معظم الوقت هم يكونوا بمدارسهم بمكان احنا كاهل كاب وكأم عيوننا مو عليهم. هسه انت لو عندك واحد عمره سنتين ثلاثه بالبيت دائما عينك عليه، عينك وراه ليوقع ليلعب بكهرباء ليسوي شيء، بس من يكبرون يصيرون بهالعمر احنا بعقلنا انهم ناضجين يقدرون يسوون كل اللي يريدوه، بس اكو هوايه خيارات تكون قدامهم بالمدارس، خاصه يعني اذا شفتون اول مقطع من المسرحيه هو كان مقطع هم قاعدين بصف وطلع المعلم وقال لهم انتم تقدرون تكونون اي شيء، اذا انت ولد تريد تصير بنيه تريد تقدر، اذا انت بنيه تريد تصير ولد تقدر، وهاي مو كذب، هاي حقيقه هسه يعلموها باطفالنا بمدارسهم. فحبينا شويه انه نجيب اويرنس بيها للاهل وهمنا لهم يعرفون حتى من هوايه مرات مو كل شيء يتعلموه بالمدارس هو يكون لمصلحتهم، بس بالعكس لازم يعرفون شلون يستوعبون الموقف هو جاي ويعرفون شنو الكتاب المقدس يقول به وياخذون قرارهم بنفس الوقت based on the word، يعني باللي يقول الكتاب. فهذا الشيء حبينا احنا نعلمهم به. شفتوا انه هسه انا اتذكر اقول لكم اني من كنت بالهاي سكول على الاقل 3 أو 4 مرات اني كانوا اطفال يحاولوا يبيعوا لي مخدرات وويد، يعني هاي مو شيء مو موقعي، هاي كلهم راح يتعرضون بها، راح يجون ناس يحاولون يبيعوا لهم. انا اعرف ناس حتى كازن فاميلي صار سبايك درينك مالتهم مثل ما شفنا بالمسرحيه، حطوا مخدرات بالدرينك، وهذا صار شيء واقع انه صار فقد ذاكره، حياتهم تدمرت، صاروا ادمان وراحوا سنين على ادمان. فهاي الاشياء كلها واقعيه، هاي الاشياء مو بس نشوفها بالافلام، بس انتم اكيد تعرفون انه نشوفها بحياتنا. فحبينا انه نشوفها لهم، وهي طبعا الفكره كانت فكره اخ فادي، ما اعرف اذا موجود، واحنا انا حاب نشكر اخت رزان لان هي كتبت معظم المسرحيه، نقدر نعطي لها ايد؟ سوري تيتا. هي يعني كتبت معظم المسرحيه، ويعني احنا ضفنا مقاطع احنا شايفيها وهي تكون حقيقيه مصدرها. فهاي الاسباب اللي كانت تشوفوها تشوفون، هي كانت اكو مقطع كانت قاعده رزان واجا فادي وراها. فادي هذا هو سوشيال ميديا. سوشيال ميديا شنو معنى سوشيال ميديا؟ هذا فيسبوك، تيك توك، انستغرام، هاي اشياء هي تشوف بتليفونها 24 ساعه. انتم لو تطلعون الاستاتستكس قد اطفالكم يقعدون على التليفون تنبهرجون، هاي كلمه غلط قلتها بالعربي بس تتفاجئون، لان هي يقول لك هذول بعمرهم تقريبا اقل شيء الافرج مو اقل شيء 8 ساعات باليوم. هاي 8 ساعات عين بشاشه ودماغ دا ياخذ معلومات من العالم. تخيل هاي كم ساعه بالاسبوع؟ الاسبوع ب 168 ساعه، احنا نجي كنيسه نجيبهم ساعه واحده بس هم متعرضين للاشياء من العالم طول الاسبوع. فهاي هي جتي قاعده قالت انا اتمنى اكون مثل هاي البنيه، هيك حلوه مثلها، اتمنى يكون عندي سياره مثلها، هي ابوها زنقيل انا ابويا ما عنده. هاي كلها افكار تجي بافكار اولادنا وبناتنا، فهم متعرضين شك بنفس، متعرضين انه ما يحبون نفسهم، متعرضين انه يباعون ويريدون الغير عنده اياه. فايش راح يصير بيهم؟ راح يكبرون راح عندهم سيلفشنس، جيلسي، وهاي الايموشنز كلها راح تجي وراح تلعب هم منو يصيرون من يكبرون بالادولتهود. فحبينا نشوف هذا المقطع لان هم هذا الاعمال كلهم متعرضين له. فانتم كاهل انا اعرف يعني مو انا يعني حقيقه امي كانت كلش كبيره، فاماني رحت هاي سكول هنا، امي ما تحكي انجليزي،
معظم الناس هيك يعرفوها، بس انسانه طيبه وتخبر. فاني امي قعدتني قالت لي مره كنت صغير اتذكر 14 سنه، قالت سيف اني ما اقدر اركض وراك، اني مره كبيره، اني اصغر واحد من 10، فاني يعني امي كبيره، قالت اني ما اقدر اركض وراك، اريدك توعدني تسوي لي وعدين. وعد الاول بحياتك ما تاخذ مخدرات، ما اعرف يعني اذا تكون ويد اي شيء، اني ما اقدر اركض وراك. والوعد الثاني ما تلعب قمار. فاني لي هسه اني عمري 29 سنه لا ماخذ مخدرات ولا العب قمار، واني امي ما راكضه ورايا لان هي امي كانت مره كبيره، بس اني من قعدتني وكانت بكل سيريسنس يعني هيك قاعده وعين بعين وقالت هاي لازم تسمعها، لان اذا ما راح تسمعها انت حياتك راح تتبهدل واني ما راح اقدر اساعدك. وبكل صراحه قالت لي اياها، فاني اخذتها باعت عليها وحسيت انه هذا كان شيء كلش صدق، وهذا كان شيء كلش مهم الي، فما رحت بهالاطرق. حتى لو قلت لكم قبل شويه 3 إلى 4 مرات اني كانوا مسوي لي اوفر انه اخذ مخدرات. هاي سكول، اصدقائي كانوا هاي سكول صاروا 18 سنه راسا سكوان، هاي يعني مو بلا مزح سكوان، يلا اني ابويا وامي يروحون ليش لا خلينا نروح احنا همينه، فهم اخذوا. بس انا دائما اتذكر صوت امي، بس هاي الاشياء اللي تسويها. واني طبعا حياتي ما كانت بيرفكت، انا هم كنت عايش بالعالم الى مده طويله، بس مع ذلك اكو شيئين كبيرين اني ما صرت مدمن لهم. والمهم هاي المسرحيه هذول شبابنا نشكركم، وحاب اشجعكم انه هسه راح نبدي سنه جديده، واني حنسوي مقررين نسوي قعده ويا القسيس نخطط احنا شنو راح نريد نعلمهم. اني بقلبي انه نعلمهم محبه الرب، شلون يستقبلون محبه الرب، لان هي اذا تقول لواحد God loves you هاي الكلمه ما تعني شيء اذا ما يعرفون هم شلون يستقبلون. يعني جون 15:9 يقول as the father loved me so have I loved you، مثل ما الاب يحبني اني احببتكم اثبتوا بحبي. فهاي آية يعني الاب يحب الابن واثبتوا يحب، نريد نعلم لهم اياها، وبعدين نريد نعلمهم هم شلون يحبون الرب مع ذلك. فراح نقعد نخطط. نشكركم وان شاء الله استمتعتوا. امين. نعطيهم ممكن تجون هنا اطفالنا، تعالوا بالمخدرات ابن القس مخدرات غير مود. قوموا هنا شباب ناشئ. نشكر اخونا سيف واختنا الغاليه الصغيره تيتا. رب يعطيهم نعمه، صلوا لهم حتى الرب يبارك ايامهم. هيك عمر هم في حرب قويه، لكن لنا الثقه بانه من نستودعهم بيد يسوع يحفظهم. كلمتين قالت لامه ليس ما يسويها، بس سوى كل شيء هو. بس مو اوف كورس، بس الفكره ايش؟ الله يخلوني يقلباني بلبل. قدامكم هم، صلوا لهم حتى الرب يحفظهم، يبارك ايامهم ويبارك قسيسنا الجديد. وانا قسيسنا الجديد اللي راح يستلم الخدمه من هسه وقف على الكرسي ووطاكم وعظه. امين. اريد عطايا من هسه يخصص له ابوه. فصفقوا لهم الرب يحفظكم وتكونوا دائما بركه واسم يسوع. امين. اقعدوا هنا. راح ناخذ عمر اصغر. هذا العمر الاصغر من عندهم الرب يحفظهم. وينهم ملائكه الرحمه؟ سنان صح الملائكه البقيه. اي يشتغل. اقول لكم شيء واحد انتبهوا عليه، اصعب خدمه موجوده بالكنيسه هي خدمه مدارس الاحديه. اقوى خدمه واصعب خدمه، وما حد مع الاسف يستلم هاي الخدمات الا يكون يعني مثقل بهذا الشيء. فاذا اكو سيدات مثقلين انه الرب يعطيهم نعمه يمسكون مدارس الاحديه يساعدون. انا يعني جبت 4 بنات، يعني لو الرب قايل لي 8 كنا جبنا 2 مساعدين، بس ما قال. امين. اسمه خناف. وينها مسعود؟ يلا
بعد ما صرت بميلادك صار لينا خلاص ونجاة، بشاير أفراح وسلام وسرور، ونقلتني من حكم الموت لحياة، رديت فينا الروح ومليتها بنور. أفرح أفراح مجد وتهليل، وملك يظهر لرعب الليل، أبرص بترن في كل مكان، وملايكة بترتل تراتيل. أفرح أفراح مجد وتهليل، والنور في السما والنجمة دليل، ترشد وتوصل كل الناس، وتشق العتمة في عز الليل. بهديلك قلبي تعيش فيه وتملاه، بحضورك وتشكل فيه بإيديك، ويكون لك مسود تسكن جواه، وطول العمر معاك أنا أفرح بيك. أفرح أفراح مجد وتهليل، وملك يظهر لرعب الليل، أبرص بترن في كل مكان، وملايكة بترتل تراتيل. أفرح أفراح مجد وتهليل، والنور في السما والنجمة دليل، ترشد وتوصل كل الناس، وتشق العتمة في عز الليل. أفرح أفراح مجد وتهليل، وملك يظهر لرعب الليل، أجرس بترن في كل مكان، وملايكة بترتل تراتيل. أفرح أفراح مجد وتهليل، والنور في السما والنجمة دليل، ترشد وتوصل كل الناس، وتشق العتمة في عز الليل.
شوية عبر شوية عبر شوية الأدوار طويلة عبر شوية. إيه لا إيه. لا 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 left. Everyone needs compassion, a love that's never failing. The mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. Take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. Give my life
لإلهنا كل المجد. حيكون عندنا آخر فقرة مع الأطفال. نشكر رب من أجل أطفالنا الحلوين المباركين. آمين. حولوا كلهم إلى فرح وسلام ووداعة وطولا. شفت بس راح هي $800 كلفتنا هالمرة. جوي بس هسه شنو؟ داش عبالك لعتن. بعد الاطفال هذول الاحباء الصغار الملائكه حيجي بابا نويل وياخذ الاطفال شويه شكل، والعائله كل واحد ياخذ طفل، يعني يسيطر على الملاك اللي عنده، فياخذون الهدايا. واللي ما عنده ملائكه صغار يروح هو الملاك ماله الكبير وين؟ نشرب شاي وعندنا مقبلات وحلويات، والرب راح يعطينا نعمه باسم يسوع بهالايام. امين. Once upon a time, a long time, begins the story of a baby. Most of you should know. His dad's name was Joseph, and Mary was his mom. This baby is very special. It's God's only son. Some angels came from heaven, and they began to sing to the shepherds and to the fields below. Glad tidings we bring. A bright star lit the heavens to light the Magi's way to the baby in the manger who was born on Christmas Day. If you look for me at Christmas, you won't need a special star. I don't know. I'm no longer just in Bethlehem. I'm right there where you are. Merry Christmas. And all who gathered around him rejoiced and praised his birth, for the baby, the king named Jesus, is our Savior here on earth.
The angels sing at Christmas with all the hosts above and stuff. We sing the newborn King, His glory and His love. Praise the Lord, He sent His Son to. A song was heard at Christmas to wake the midnight skies. Savored birth, thy feet to pray to God on high. Praise the Lord, He sent His Son, the one who will save every man. Christ the King forever be our guide. Christmas Day, the day you're born, sent to the world to protect us all. Christ the King, the Son of God, lead us through to the right path. Merry Christmas. Jesus loves you. What are you doing? Say your verse. Say it. Christmas and I love everything. You have to be out of this thing. Take your mic. Done. Hi. To the world born in a manger, light of the world shining brighter, that all men might see and believe. Whoa, sing along with heaven and the angels. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Jesus is Christmas. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Jesus is Christmas. My gift this year has finally arrived. My Jesus, Savior, and a friend. The true meaning of Christmas is that you can come and fill my home with your joy. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Jesus is Christmas. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Jesus is Christmas. Santa in the highest, and peace on earth to man. Christmas is finally arrived. Today I ask that you come into my heart. Hey, what if we all dance? Yeah! Let's all dance together! Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Jesus is Christmas. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Whoa, oh, oh, whoa. Jesus is Christmas.
But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who's to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. And he shall stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God, and the nation was secure, for now he shall be great. To the ends of the earth, oh, to the ends of the earth, oh, to the ends of the earth, oh, to the ends of the earth. La 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 la. La 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 la. He shall be their peace. To the ends of the earth, oh, to the ends of the earth, oh, to the ends of the earth, oh, to the ends of the earth. La 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 la. Oh, yeah. La 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, to the ends of the earth, oh, to the ends of the earth. Jesus, you're alive in me. Yeah, you give me life. You're here to stay. You're with me every day. You make it feel like it's Christmas every day. Jesus, I'm yours forever. God, you're with me every day. Come on, let's celebrate like it's Christmas every day. Jesus, I'm yours forever. God, you're with me every day. Come on, let's celebrate Christmas every day. Jesus, I'm yours forever. God, you're with me every day. Come on, let's celebrate like it's Christmas every day. Jesus, I'm yours forever. God, you're with me every day. Come on, let's celebrate.
Marching